سياسة الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب المتبعة لنقل على الأقل منذ 11 سبتمبر، في قراءتك هل أسهمت في تخفيف حجم وخطر الإرهاب أم بالعكس هي التي أججت ودعمت الإرهاب ووسعت مجال نشاطه؟ I think US anti-terrorism policy creates terrorism. أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة المناهضة للإرهاب تخلق الإرهاب فعلا. كل من ألقينا القبض عليه قال القصة نفسها. أقصد الشباب المقاتلين للقادة، جاءوا جميعهم من قرية نائية ما في دولتهم، اليمن أو السعودية أو الجزائر أو أيما كانت. لا يمكنهم القراءة والكتابة ولا يملكون أي وظيفة، وطبعا لا أحد يرغب أن يزوج ابنته لرجل بلا وظيفة ولا يمكنه القراءة ولا الكتابة. لذلك يأتي إمام ما ويقول يجب أن تخرجوا للجهاد ومواجهة الأمريكان، سنعطيك 500 دولار شهريا، وإن استشهدت سنعطي عائلتك 500 دولار. لن يكون أمامه شيء آخر ليفعلوه. لم تكن لديهم أي مشكلة مع الولايات المتحدة، بل لم يهتموا لها على الإطلاق، إلى أن قذفنا قريتهم بالصواريخ، وإلى أن قتلت الطائرة المسيرة قريبا لهم أو والدهم أو نصف أهل القرية. حينها سيريدون قتال الأمريكان. إنها سياسة الطائرات المسيرة التي تخلق الإرهاب. إن أرسل أناس طائرة بدون طيار فوق الحي الذي أعيش فيه وقتلوا أولادي، فسأحاول حتى يوم مماتي أن أقتل أكبر عدد منهم. فلماذا نتوقع أن يتصرف الناس في الدول الأخرى بطريقة مختلفة؟ هناك في مسألة العلاقة بين الولايات المتحدة والإرهاب هناك تفسيران، وأرجو أن تعطينا التفسير الذي تميل إليه أكثر أنت. التفسير الأول هو أن الإرهاب ضد الولايات المتحدة هو نتيجة كره متجذر لدى العرب والمسلمين للولايات المتحدة والغرب. التفسير الآخر، الإرهاب ضد الولايات المتحدة هو نتيجة سياسات الولايات المتحدة العدوانية تجاه العرب والمسلمين. أيهما التفسير الأسلم؟ سأعطيك تفسيرا ثالثا. أولا، لقد أمضيت وقتا غير قليل في الشرق الأوسط، ولم أمر بأي تجربة سيئة هناك مطلقا. أخبرتك في مقابلتنا الأولى أنني أحب المنطقة والناس والتاريخ والطعام والثقافة والموسيقى. كل شيء وكل عربي قابلته، حتى أفراد القاعدة، رغم أن ذلك قد يبدو شيئا جنونيا، عاملني بلطف. لذا عندما يقول الناس إنهم عرب لذا يكرهوننا، والأمريكان فعلا يقولون هذا، إنهم يكرهوننا لأننا نحب الحرية. أتذكر هذا ما قاله جورج دبليو بوش: إنها سخافات، بل أقوال غبية في الواقع. والحقيقة هي مزيج بين الأمر الثاني الذي قلته وحقيقة أننا نتبع إسرائيل تبعية عمياء في سياساتنا الخارجية. لا يمكنك التظاهر أن تلك الأعمال الوحشية في إسرائيل لا تحدث، وأنه لا توجد عنصرية تجاه الفلسطينيين. نحن نقرأ الصحف ورأينا مؤخرا على سبيل المثال فقط هؤلاء الأطفال ال4 الصغار بين 9 و12 خرجوا ليقطفوا بعض الحشائش واعتقلوا على يد الجنود الإسرائيليين. بالمناسبة في أراضي تابعة لهم سرقها المستوطنون الإسرائيليون منهم. تماما، تم اعتقالهم. سرقها المستوطنون. هل يفترض أن يكون هذا شيئا مقبولا لدينا؟ أعتقد أن الولايات المتحدة كدولة كانت محظوظة للغاية أن الدول الشرق أوسطية والدول المسلمة لم تقطع علاقاتها معنا. لا شيء عادل في هذا الوضع الحالي، وأعتقد أن هذا ما يولد الإرهاب. هل يمكنني مقاطعتك بشيء أخير؟ حينما كنت في السعودية عام 1990 قال لي جندي سعودي: نحن فعلا نريد أن نحبكم، لكننا نرى في الأخبار جنودا إسرائيليين يضعون أحذيتهم على رقاب نساء فلسطين ليثبتوهن على الأرض. ذلك يجعل من الصعب للغاية علينا أن نحبكم، وهو محق.